في فيديو النهارده هقول لكم ازاي نعمل البيتي فور الناعم الدايب اللي لونه تحفه كده زي ما انتم شايفين. النهارده هقول لكم ازاي نعمل من نفس العجينه بالقمع وبالماكينه. نفس العجينه هنعمل منها الحاجتين، القمع والماكينه مع بعض. بيتي فور احلى كتير من الجاهز واحلى كتير من اللي بنشتريه من بره. كل النصايح والمعلومات اللي محتاجينها عشان تعملوا البيتي فور في البيت، فتابعوا الفيديو للاخر. كل كلمه في الفيديو واعملوا بيها. كل المقادير الجايه اللي انا هقولها مقادير نص كيلو من الدقيق. اول حاجه الزبده، 350 جرام من الزبده بدرجه حراره التلاجة. هزود عليهم 50 جرام من السمنه برضو بدرجه حراره التلاجة، يعني في المجمل 400 جرام من الدهون. انا بحب اضيف 50 جرام من السمنه مع الزبده، بتدي طعم حلو وقوام حلو جدا للبيتي فور. هنزود على الزبده السكر البودره، 160 جرام من السكر البودره اللي هما بالاكواب المعياريه كوبايه. يفضل ان احنا نستخدم سكر بودرة جاهز، لان الجاهز بيكون مضاف ليه حاجات بتخلي القوام بتاع النواعم العيد كلها احسن كتير. هنضرب السكر والزبدة والسمنة دول مع بعض الاول على سرعة هادية، سواء في العجانة او بمضرب الكهرباء، لحد ما الاتنين يمتزجوا مع بعض كويس جدا. وبعد كده نعلي السرعة لحد ما يبقوا عاملين زي الكريم شانتيه. كل شويه كده بوقف وانزل الجوانب عشان اتاكد ان كل المكونات امتزجت مع بعض. طبعا انصحكم جدا تستخدموا الميزان، بيكون ادق كتير من الاكواب المعياريه. فضلت اضرب في السكر والزبده والسمنه مع بعض لحد لونهم بقى فاتح زي ما انتم شايفين، تقريبا 7 دقايق ولا حاجه. بعد كده بوقف وازود البيض بيضه بيضه. هنستخدم 3 بيضات، بنزود واحده واحده ونضرب لحد ما الاولانيه تختفي ونزود التانية، وهكذا لحد ما نخلص ال3 بيضات. مع البيضة التالتة زودت رشة ملح صغيرة وتقريبا معلقة صغيرة من الفانيليا، علشان لو في اي زفارة للبيض او اي حاجة، لو حابين تضيفوا نكهات تانية، ماء زهر والحاجات دي، بس طبعا الفانيليا افضل كتير. دي كانت اخر بيضة معايا. نستمر في الضرب لحد البيض ما يختفي تماما. عايزه اقول لكم ان في ناس بتستخدم صفار بيض فقط، انا شخصيا بفضل استخدم البيضه كامله. الصفار بيدينا بتفورايه طعمها حلو وفي نفس الوقت غنيه، والبياض بيدينا بتفورايه خفيفه كده وملهاش وزن. فانا شخصيا بفضل استخدم البيض كامل زي ما هو، بس لو حابين تستخدموا او متعودين تستخدموا الصفار بس اعملوا كده. هنا بقى هنزود الدقيق، نص كيلو من الدقيق 500 جرام بالاكواب المعياريه 3 اكواب ونص. هنشيل من الدقيق ده معلقتين كبار، يعني ده نص كيلو ناقص معلقتين كبار. دي عجينة القمع. شلت كده المضرب السلك ده وحطيت الكف اللي هو بتاع التقليب، ومجرد بس المكونات تمتزج مع بعض والدقيق يختفي ويمتزجوا كويس، دي بقى العجينة بتاعت القمع. عايزين تكملوا بيها يا اهلا وسهلا. انا شخصيا افضل كده جدا، يعني لو مش التصوير هعملها كلها بالقمع بصراحة. عجينة كده سهلة وتشكيلها سريع، مش محتاجة بقى ولا مكنة ولا اي حاجة، مجرد كيس وقمع وخلاص، والموضوع بينتهي ومتاخدش وقت وبتنزل بسرعة وكله في نفس الوقت وشكلها في نفس الوقت لطيف وطعمها يجنن. هاخد من العجينة دي تقريبا كيس او كيسين عشان اعملهم بالقمع. ده القمع اللي انا استخدمته اللي هو بتاع بلح الشام، وتستخدموا كيس يكون جامد شوية، يعني ما يكونش اللي هو خفيف قوي. يعني هي كده كده بتنزل بسهولة جدا من القمع بالمقادير اللي انا قلت لكم عليها دي. كده دي عجينة القمع، شايفين السهولة؟ بتنزل بكل بساطة. انا حتى هستخدمها كيس عادي ولا كيس قماش ولا اي حاجة. عايزة اقول لكم مش مهم ورق زبدة خالص على الصينية على طول، هيبقى افضل كتير. هي مبتلزقش، هي دوب بتخرج من الفرن بتفك من مكانها كده على طول، مليانة يعني زبدة وسمنة، فاكيد مش هتلزق. يفضل ان انتوا تستخدموا صواني الومنيوم. كل مخبوزات العيد يفضل ان انتوا تستخدموا فيها صواني الومنيوم، بتديكوا احسن نتيجة. لو حسيتوا ان الجو حر والعجينه بتسخن منكم، العجينه اللي هي لسه ما شكلتوهاش تفضل في التلاجة، ناخد منها وهي في التلاجة. وكمان الصاج اللي شكلتوه ده مثلا لو حسيتوا ان هو سخن او بدأت تسيح معاكم، دخلوها التلاجة 5 دقايق قبل ما تدخل الفرن. دي كده عجينة القمع، مفيش اسهل ولا الطف منها. نيجي بقى لعجينة الماكينة. انا تقريبا اخدت كيس عملت قمع، باقي كمية العجينة كله زودت عليه معلقتين الدقيق الكبار اللي انا شلتهم من الدقيق، واحتاجت معايا كمان معلقتين دقيق، فزودوا دقيق كده بالتدريج لحد ما تكون متماسكة شوية، بس مش قوي، يعني تكون متماسكة شوية بس مش لدرجة ان هي تكون عجينة يابسة. يعني لو العجينة ما بتنزلش من الماكينة ده معناه ان هي ممكن تكون محتاجة معلقة دقيق كمان، لكن لو بتنتش معاكم ده معناه ان انتوا زودتوا دقيق او الماكينة بايظة بقى، فاهمين؟ عايزين بقى نعمل بالكاكاو، ممكن تعملوا كمية تانية بالكاكاو، اللي هو نص كيلو دقيق تاني بالكاكاو، تشيلوا ربع كوباية من الدقيق وتحطوا مكانها ربع كوباية كاكاو، هيطلع معاكم بيتي فور بالكاكاو. طيب لو عايزين نفس العجينة دي نعمل منها بالكاكاو، نعمل ايه؟ سواء قمع او ماكينة على فكرة، قبل ما نزود دقيق او بعد ما نزود دقيق ايا كان، بناخد كاكاو على قد كمية العجين اللي انتوا بتعملوها، ندوبه في معلقة زبدة سايحة او سمنة سايحة.
ندوب الكاكاو كويس جدا لحد ما يبقى سايل، بعد كده نزوده على العجينه. ما ينفعش نضيف كاكاو بودره كده على العجينه على طول، لازم ندوبه في معلقه زبده سايحه الاول، وبعد كده نزوده على العجينه. هيطلع معاكم عجينه كاكاو عادي جدا ولا هتفرق في اي حاجه. نتكلم بقى شويه عن التسويه. التسويه بتاعه البيتفور بتكون في فرن متسخن درجه حراره 160 او 150 كمان، يعني لو فرنكم حامي تبقى 150، وفي الرف التاني من تحت. بتاخد تقريبا 15 دقيقة مش اكتر من كده، وبتكون اخدت لون ومبتحتاجش الشواية ابدا، هي بتاخد لون من فوق لوحدها كده زي ما انتم شايفين. سواء القمع او الماكينة الاتنين تسويتهم واحدة. طيب لو ساحت منكم جوه الفرن، ده معناه ان انتوا سبتوا العجينة تسخن او العجينة فيها سكر كتير. فلو السكر بتاعكم مظبوط، يبقى العجينة تدخل التلاجة او الصاج اللي فيه العجينة يدخل التلاجة الاول قبل ما يدخل الفرن. طبعا بقى مش محتاجة اكلمكم عن ريحته، وبجد قد ايه خفيف هش كده وفي نفس الوقت مش تقيل. تاكلوا منه كتير كده وانتم مش حاسين بجد. اتمنى تجربوها وتطلع ناجحة معاكم وتعجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير قريب في فيديو جديد.